النهارده هنعمل البانيه في خطوه واحده بس، ولا غلبه بقى واللبن لوحده والبيض لوحده، لا لا لا، هنعمله في نفس المكان ونفس الطبق. معانا هنا دلوقتي مستردة، فلفل اسمر، ملح، ربع كوبايه لبن، مع 3 معالق دقيق، ميه بصل عليها فلفل اسود كتير عشان احنا ما عندناش اي حاجه تشيل الزفاره غير الليمون وميه البصل، وبضايه واحده. هي دي المكونات بتاعتنا. ومعانا البانيه متقطع ومتنضف طبعا جاهز. وطبعا لو لقيتيها تخينه ولا حاجه بتدقيها عشان تبقى رقيقه معاكي، وكل ما ترقي معاكي كل ما تقرمش اكتر. معانا الطبق اهو. اول حاجه حطيناها ميه البصل، شايفين الفلفل الاسمر فيها كتير بتشيل الزفاره. ونحط الملح الكميه اللي انت عايزاها، والفلفل تاني، المستردة دي بتودي الفراخ في حتة تانية خالص. ان شاء الله قريب هعمل لكم الفراخ الباردة جامدة جدا، هي معتمدة على الطعم على المستردة دي، جميلة جدا جدا، بتخلي لون الفراخ ذهبي ومقرمش. نص ليمونة واحدة على الكمية دي، ده نص كيلو بانيه. ونقلب كويس جدا. ودي الخلطة اللي احنا هنحط فيها البانيه. هتقولي طب ما انت خلاص هيبقى هتحطي البانيه وفين الدقيق وفين البيض؟ لسه يا جماعة، بس احنا مش هنخرج بره الطبق ده. جميلة جدا جدا يا جماعة، والله طعمها حلو قوي وانتوا هتشوفوا بنفسكم. نسقط فيها البانيه كلها ونسيبه لغاية ما نجهز الخلطة التانية اللي هي نفس الخلطة برضو، نفس المكونات. يعني احنا خدنا جزء من المكونات ونخلطناهم، وجزء من المكونات التانية هنخلطهم برضو اهو. هنسيبها، قلبتها اهو عشان تاخد لون المستردة وتشرب من مية البصل. ونجيب بولة تانية ونحط فيها ال3 مكونات اللي فاضلين، اللي هي عبارة عن بيضاية، ربع كوباية لبن، 3 معالق دقيق. قلب 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 قلب، اقلب 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 اقلب، هو ده كله. هنقلبه كويس جدا، وفي نفس البولة اللي فيها البانيه هندلقها عليه. يبقى احنا حطينا كل المكونات في طبق واحد. وايه كمان يا جماعة، احنا لا هنحطها في التلاجة ولا هنسيبها ولا اي حاجة، هنقلي على طول. دي البانيه بقى اللي بيتعمل في 10 دقايق. لو وراكي عزومة، وراكي اكلة سريعة مستعجلة، احلى بانيه واحلى طعم وقرمش. خلاص يا جماعة، هي دي الخلطة. الدقيق بقى هنا بيخلي الكفر لما نحطه على البانيه يتماسك وما يقعش منه، وهتشوفوا بنفسكم. وحتى كمان ما يحرقش الزيت ولا الكفر يقع في الزيت. خلاص اهو. عقبال بقى ما تاخد، نسيبها دقايق كده، ما بتلحقش يا جماعة، بتشرب التتبيلة وتبقى جميلة جدا. خلاص اهي، غطيناها وسبناها. جبنا بقى الكفر اللي هو عبارة عن بقسماط الناعم، فيجيتار ناعم، ده بتجيبيه من عند العطار. ده فيجيتار ناعم مملح جاهز، فيه حار وفيه بارد، بتقلبيه فيه. بصوا يا جماعة، ما بيقعش منه، بترشي عليه اهو، ما بيقعش خالص من غير ما تحطيه في التلاجة ولا بتسيبيه دقايق ولا اي حاجة اهو. بصوا الجمال، تحطي شوية الفيجيتار عليها تمسك على طول. ده بسبب الدقيق اهي، لان كل ما تبقى مبلوله دي، طبعا في ناس كتير تسال عن الفيجيتار اللي بيقع عليه، لان الفرخه نفسها بتبقى مبلوله بالتتبيله. لا احنا بننشفها، بصوا ماسك اهو، ولا واقع منها ولا اي حاجه، وهي لسه ما اتحطتش في الزيت. ونجري بسرعه نسخن الزيت بتاعنا. طبعا زيت بيغلي، انا غليته مرتين، دي المره الثالثه لاني كنت عماله اجهز. كل ما اقول خلاص خلصت، طبعا ايه، الزيت بيبرد تاني وارجع اسخنه تاني اهو. يلا هنقلي معانا البانيه، وده احلى بانيه، والف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.